وفي الاخر بقى يقولك ايه؟ اصل البرجر بتاع البيت مش جوسي. فقولي له جرب برجر داليا وانت تعرف هو جوسي ولا لا. بصولي، بصوا اللي بص كده، ايه ده برجر من بره. البرجر ده انا اللي عاملاه، ده برجر دودو. البرجر ده في البيت. وبصوا بقى انا هوريكم بقى حركه. البرجر ده انتوا لو ما كلتوش صوابعكم وراه يبقى بحق. بيبوظ ولا مش بيبوظ؟ جربوه بطريقتي وان شاء الله يعجبكم. اول حاجه معانا نص كيلو لحمه، هنزل بيه هنا كده. هي لسه ما فكتش قوي. هحط بقى على اللحمه بهارات البرجر بتاعت ماجي. الكيس ده بيتحط على النص كيلو. لو هتدبلوا الكميه فانتوا زودوا بقى، يعني لو هتعملوا كيلو مثلا هتحطوا كيسين. لو هحط بقى فلفل اسود شويه، يعني مثلا معلقه صغيره. البهارات بتاعت البرجر بيبقى فيها ملح، فانتوا ما تزودوش ملح. يعني هو احنا بنكتفي بالبهارات بتاعت البرجر بس، اللي هي الملح اللي موجود فيها. لو انتوا بقى بتحبوا الملح زياده فممكن تزودوا شويه ملح صغيرين. لو بتحبوا الملح مظبوط فانتوا مش محتاجين تزودوا ملح خالص. هنبدا بقى نعجنه. هنعجن اللحمه كويس مع البهارات. اول لما الاقي ان هي مسكت في بعضها كده وبدات تعمل خيوط، يبقى هي كده اتعجنت كويس خلاص. النص كيلو ده انا ما عنديش مكبس البرجر، فانا بقى عايزه ان انا اعملها دواير. فانا هعملها دواير ازاي؟ هجيب انا هعمل النص كيلو دوت 3 برجرات بس، علشان تحتفظ بالسوائل بتاعتها، عشان اللحمه ما تنشفش، عشان البرجر يبقى فيه جوسز كتير. فهقسمه 3 كور وبعدين هوريكم هعمل ايه. انا قسمتهم 3 كور اهو. هجيب بقى الطبق ده هحط فيه كيس او ستريتش على حسب اللي عندكم المتوفر عندكم. هحط بقى اول واحده كده، وبعدين البرجر بتاعي ما بيكونش قليل، يعني ما بيكونش ولا قليل قوي ولا كبير قوي، علشان لو كبير قوي ممكن ما يستواش من النص، ولو قليل قوي ممكن ينشف مني. فالسمك بتاعه بيبقى زي ده كده، بيبقى ده السمك بتاعه كده. دلوقتي هقوم جايبه الاسترتش ده ولفاه كده. هجيب الاسترتش ده والفه كده كده بس. يبقى انا كده البرجريه بتاعتي خلاص بقت جاهزه. هحطها في الفريزر. عايزه تحطيها سنه حطيها عادي، مش هيحصل لها اي حاجه. هحطها بقى في الفريزر واطلعها على التسويه. عايزه تسويها في نفس الوقت بتسيبيها في الفريزر 10 دقايق علشان تمسك نفسها، علشان اللحمه ما تفكش منك. تسيبيها في الفريزر 10 دقايق وبعدين تطلعيها تشوحيها على النار عادي على الجريل. خلاص انا خلصت ال3 برجرات اهم، 1 2 3. هحطهم بقى في الفريزر هحط زبده، هحط مكعبين محترمين كده 3 4 ان شاء الله ما حد احوش. ده احلى عيش ممكن تجربه بجد. وبالذات لما بيكون فريش، لما بيكون لسه طازه بيبقى تحفه. ريتش بيك اللي هو من غير سمسم بيبقى فظيع بجد، بيبقى زي بتاع المطاعم بالظبط، زي بتاع بافالو والاماكن دي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحمص العيش في الزبده بالمنظر ده كده كده. خلاص العيش بتاعي اتحمص اهو. هبدا بقى ان انا اشيله تاني. خلاص البصل لما قطعته طرنشات كده هنزله عشان يتكرمل واقفل عليه. هعمل بقى الصوص اللي انا هدهن بيه العيش. هعمل كاتشب على مايونيز. افضل بقى بجنب واحط في الجنب التاني اللحمه كده.
كده. هقفل بقى عليها، هتاخد تشميعه بس من تحت، وبعدين هقوم قلبها على الوش اللي فوق، لونها يغير واقوم شايلاها على طول، مش هسيبها خالص. يعني اول لما لونها يغير من تحت هقلبها، واللون هيغير من فوق اقوم رايحه شايلاها، علشان تحتفظ بالجوسز اللي جواها او السوائل اللي جواها، عشان تبقى طريه. الصوص ده سبايسي تكساس برجر. سبايسي تكساس برجر ده بيبقى تحفه، بيبقى تحفه بجد في البرجر. جربوه على ضمانتي ان شاء الله يعجبكم. ايه، هنزل بقى عليه بشويه بصل مكرمل كده، استاهلوا بقكم. هنزل بقى عليه ببرجرايه، هنزل بقى عليه بحته طماطمايه، صوص الجبنه، بس. وهقفله بقى كده بالمنظر ده.